جينا نفطر. صباح الخير. انه اسكر الشباك. حاسه صرنا زمان ما حكينا وصورت لكم هاي الفيديوهات تبعت حياتي اليوميه. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. كيف المدرسه معاكم؟ جماعه امتحاناتي بلشت تقرب. امتحانات التجريبي الفصل الاول ضايلها شهر واحد بس، شهر واحد، وانا لسه ضايل علي كتير اشياء. المهم انا مش صاحيه هلا، انا صاحيه من وقت تقريبا من ساعه ونص. ليه؟ لاني نمت الظهر نومه كتير طويله، يعني نمت 5 ساعات. هلا زي ما بتعرفوا انا السنه هاي توجيهي صف 12 واللي هو اخر سنه بالمدرسه، فاليوم حبيت اوثق هذا الحدث اللي حيكون اخر رحله بحياتي المدرسيه. الرحلات الجايه حتكون رحلات جامعيه، مع انه ما بظن انه في رحلات جامعيه، بس يلا مش مشكله. فاليوم رايحين على الملاهي، رايحين على المطعم، رايحين على البحر، ورايحين اماكن اثريه عندنا بفلسطين عشان يعني نتعرف على البلد. انا مش يعني جاي اجهز بدري صراحه، لانه جلسنا برن على الساعه 7، يعني ضال تقريبا نص ساعه للجلس، وانا بصور. بتعرف التصوير قد بياخذ وقت. انا حدا كثير عندي مشكله بالوقت، فغالبا بتاخر، عشان هيك بدي استعجل شوي. فاول اشي بدي اغسل وجهي، بس بدي اخذ الصابونه. وشالتي كلها مي. وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة، بس بدي اشرب حالي. هلا بدي واقي الشمس. اوكي، كل ما تكتري تحلوي اكتر. بحس اني راح اكتر واقي شمس. تعرفوا كيف الملاهي والبحر والرحلات والقصص هاي، ويعني حطيت او ما حطيت راح انحرق، فرح احط كتير. انا بالايام العاديه بحط، بس مش هيك، يعني اليوم شوي اشي اكتر من دائما. اوكي هلا راح احط مرطب. طبعا يا جماعه ممنوع الميك اب، فمرطب الشفايف بيكون شفاف. وصابونه الحواجب راح امشط حواجبي. طبعا من الاساسيات كريم الايدين. يا جماعه انا بالشتاء مش عارف شو بصير لي، لسه احنا ما بلشنا شتاء بس كتير صار يتقشف، فبحاول اني ارطب. بتعرفوا انه ما بينفع نحط عطر. تعمل مخمريه، انا كثير بحب ريحتها. ما كنت صراحه بامن بقصه المخمريات، بس هاي رابع علبه وبتحاول تخلص. بحط منها على ايدي عند العروق هان، بحط هيك ورداني. اوكي هلا عدنا عشان بدنا نجهز الشنطة. اشي كتير غريب انه انا مقررة اجيب شنطة. معروف عني بين كل صحباتي انه ما بجيب معي شنطة يوم الرحلة، يعني بس باجي وجوالي بجيبتي، فلوسي بجيبتي الثانية، وشاحني او سماعتي بجبت بنطلوني. بس اليوم قررت اجيب معي شنطة عشان في عن جد اشياء انا ناوية احطها. اعتقد انكم حفظتوا شنطة الرحلات اللي باخذها معي على الرحلات، واللي هي هاي الشنطة السوداء، بتتحمل كل الصعاب. اكثر شنطة عن جد بتتحمل في الحياة. في كل مرة بروح فيها مشوار يعني اصعب من اللي قبله، بتثبت لي قد ايه هي قادره تتحمل كل اشي، مع انه صراحه مبينه هيك خفيفه. السبب الاول لاني اصلا قررت اني اخذ معي شنطه على الرحله هو الجاكيت، فرح اجيب معي هذا الجاكيت الكحلي عشان هيك اذا برد الجو. بتعرفوا الفتره هاي الجو هو نفسه مش عارف شو بده، في اوقات بتشتي اوقات لا. يعني امبارح اول امبارح كان تقريبا تشتي 23 ساعه من ال 24. اليوم الجو شوي مشمس، بس ما بنعرف اذا ممكن تشتي، وهو حبتين برد صراحه، فاذا احتجت رح تكون موجوده معي بالشنطه. اوكي تمام. ثاني اشي رح احطه في الشنطه هو عكس عكاس للاشي الاول. الاشي الاول بخص الشتاء، الاشي الثاني بخص الصيف. هلا لا يعني ربنا الله هي طاقية جلد، فهي بتلبس في الشتاء عشان المطر ما يجي على الراس. فانا جايباها 2 بواحد، انه لو مطرت الدنيا هتحميني من المطر، ولو شمس حتكون انه طاقية تحميني من الشمس، لانه رايحين على الملاهي فبتعرفوا هناك كثير شمس وانا بخاف على سماري. راح اسكر هاي الجيبة على هيك، خليها هيك جيبة اواعي. اوكي كمان راح احتاج سماعات، بجيب سماعاتي من هناك. شوف الدرج، غيرت كفر جوالي اليوم صحيح، فهلا بورجيكم. رح اخذ سماعة. هاي السماعة حطها بالجيبة الصغيرة. تمام. ايش كمان بدي شاحني، يعني انا ما بظن اني رح اشحن برا البيت لانه جوالي بضل اليوم كامل. رح اخذ تحسبات. هي شاحني هناك جنب السرير، بدي اروح اخذه. رح اخذ اي منيح ما وقعت.
اكيد طبعا مع الشاحن راح اخذ جوالي. لأورجيكم الكفر اللي غيرته، حطيت هاد الاديداس، شوفوا والله انه نار صراحه، انا كثير حبيته. كان المفروض في هانا هاي اللي بتمسكوا فيها الجوال مكتوب عليها اديداس كمان، بس بيضة فكثير بتتوسخ، فما بدي اوجع راسي صراحه فكيتها. يا ريتني جهزت شنطتي امبارح، عادي بتاخر على اشي مش مستاهل. هلا بعرف رح يجي بالكم انه وين المي، وين الكلينكس، وين الفايبس، وين كل هاي الاشياء. هلا الكلينكس والفايبس هدول صحباتي هاي تمام بيجيبوهم مش انا. المي عن تجربه دائما بجيب مي من البيت وبشربها وبخلصها قبل ما اروح على الرحله يعني، واحنا بالمدرسه، عشان هيك لما بحتاج بجيب مي من برا. اما السناكس وهاي القصص ما بجيب لانه ما باكل على الفاضي. هلا الشنطه جهزت وبدي اروح البس، ضايل 10 دقائق للجرس بالضبط. هلا ترانزيشن اللبسه، بس رح اعمل هيك وبعدها رح اغير اوعيه للبس المدرسه. تمام يلا 1 2 3 تمام. هلا لبسنا لبس المدرسة، ناقص اشي واحد بس واللي هو نظارتي. بدنا نروح ناخذ النظارة. ثينك انه هانا النظارات. اوكي هاي النظارة. في حال ما كنتوا بتعرفوا، اعتقد ان اغلبكم بيعرفوا انها مش نظر، هي حماية. هيك تمام جهزت، ضايل اني البس الشوز. بطلع عليكم هيك عشان لو طلعت هيك الاضاءة حتيجي في نص النظارة. وارن على صحباتي لانه احنا متفقين نتلاقى بمكان معين وبعدها نطلع على المدرسة. هلا الفكرة مش هان، الفكرة انه انا وصحباتي كل وحدة فينا بمدينة. كيف اجتمعنا بنفس المدرسة ما تسألوني لانه انا كمان مش عارفة. بدي اضوي الضوء. الله ينور علي. انا هيك جاهزه. هي اخذت شنطتي، حطيت فلوسي كل اشي، الحمد لله ما نسيتهم. وقبل ما اطلع بدي ارن على صحباتي عشان اعرف هم وين بالضبط. اول اشي بدي ارن على هيا عشان هي اقرب علي، فاول اشي رح التقي معاها. الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسه. تخيلوا تطلع نايمه لهلا الساعة 7 يعني، هلا المفروض انه يرن جرس المدرسة. هيا يا هيا تم 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 داخلك يا هيا. البنت خارجة تغطية والله. لكن هي اكثر بني ادمة ما بترد لما انا ارن عليها، بترن علي وانا بالسيارة. ايش بتطيري يا ضحى جنبي؟ ايش في ضحى؟ يا جماعة هلا احنا في المدرسة، ما عنديش فكرة اذا كنا حناخذ حصص ولا لا. سرقت جاكيت تمام، حلو علي صح؟ هاخذها منها. ماما هلا المفروض استنى حدا يعبرنا عشان نطلع. الساعة 10 8 إلا 10. سوا احلاها. هلا بدنا نروح، خليني احكي. يلا بدنا نطلع على البساط. يلا Let's go. احنا جبنا فطور، احنا كمان شوي حنروح ناكل في مطعم، بس يلا يعني هيك شوي. خلونا نروح نتغدى. حنتغدى الساعة 10 الصبح. نتغدى شاورما. خلصتي؟ ما شاء الله. الصغار ألذ منكم والله. من احنا؟ بهيك بدهم يطلعوا على اليوتيوب واجواء. اخر الاخبار الساعه هلا 10 الصبح واحنا هلا بالمطعم جاي نتغدى. انا مش عارفه كيف نتغدى الساعه 10 صراحه. نفطر شاورما. نتغدى لا حنفطر. صدعت بخير. هيا متيمنا فيك يا كل مؤبد حبي ليك يا حلوة مريك، لا تروحي عني عشانك صرت أغني. رايحين على الملاهي. انا دخت قبل ما اوصل لانه اكلت. ايش مالك؟ في شيء؟ بدي انام الطريق عشان فيش فيه حيل. تمام سطلت؟ مش انا لحالي يعني. حتى في البعاد غازل قلب في الدفاتر، تلقى الشعر بيحكي عنا فاكر.
مش مصدق انكم تساعدوني البس نظارة من هنا مش